هذا سكران لا تشكل حتى طويكم بلادي يا دي اللي كان يقول خصمك اخذ الناس فيديو باش تستعجل يا دي وياخذ يوم اخذ الثانية متسنينة أبيتو عطرة جافوضة باش ندير كاسي نقطة كوانا ما سناجو يا دي ويتخكى سبا متشوط يا ورا ويا ورا كشاهدين سريم كنابي ورا بكتاخذ كتعمل الدارة كتعمل جاد تقول لك كيفاش كسبنا الكساب ويا ورا وياخذ يوتنا ورا ما ورا خدي يا ربي نشتنا مصرين يا ربي يا ضياء نشتنا مصرين يا ربي دعوة علينا بعرضنا خذوا شعرنا إلي إن شاء الله ويا ورا ويا ورا ويا ورا نتابع قدر الأصدقاء الأعزاء صديقات العزيزات، مرحبا. مثل ما شفتوا في هذا الفيديو المؤلم والجارح، سيدة كردية تستصرخ ضمير الكرد، ضمير العالم، المنظمات الحقوقية والمتبقي من الحس الإنساني لدى حزب العمال الكردستاني. تستصرخ فيهم ضميرهم وأخلاقهم ووجدانهم، وتطالب بإعادة ابنتها القاصر اللي خطفها حزب العمال الكردستاني بهدف تجنيدها. طبعا قصة تجنيد الأطفال سواء كانوا أحداث أو فتيات قاصرات، هي سبق وكتبت عنها في مقالات وفي فيديوهات، وحسب ما أشيع أنه مظلوم عبدي وقع على تعهدات مع المنظمات المعنية، منظمات دولية معنية بالتوقف عن تجنيد القاصرات فيما يتعلق بقسد. لكن مظلوم عبدي ليس مسؤولا عن حزب العمال الكردستاني ولا مسؤولا عن جوانن شورشگر أو جوانن شورشكر، يعني أو شبيبة الثورة الآبوتشية. مظلوم عبدي حاليا يعني هذه المنظمات يعني وخارج عن سيطرته، وهو حاليا يعني مغضوب عليه من الحزب، ويحاول يعني البحث عن قنوات إما دولية للمزيد من الحماية من بطش حزب العمال الكردستاني، أو يحاول استرضاء الحزب بطريقة أو بأخرى. هو حاليا بين نارين، لا بمعنى أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستجابة لنداء هذه السيدة الكردية الفاضلة، اللي هي يعني نموذج وعينة من عشرات الأمهات اللواتي تعرضن لهذه الحالة، حالة اختطاف أبنائهن فتيانا وصبايا وتجنيدهن في تحت سلاح حزب العمال الكردستاني في حروب لا يعلم الله أين ستقع ومتى ستندلع. يعني هل النحيب والعويل المؤلم والمحزن جدا، يعني لا أعلم هل سيوقظ يعني ضمائر الموالين داخل حزب العمال لحزب العمال الكردستاني، أو المستفيدين من هذا الحزب، مثقفين، كتاب، أدباء، شعراء. يعني هل العويل هذا، هالصريخ، هالعويل هذا النحيب، وكأنه نحيب على يعني عشرات الضحايا. هؤلاء الشعراء اللي لديهم حساسية إنسانية ولديهم حساسية يعني خاصة فيما يتعلق بالمقاتلات الكرديات، هل لهذا العويل والصريخ والأنين الذي يعني يهز عروش السماء أن يهز فيهم يعني إحساسهم يعني الحس الإنساني الرافض لعملية تجنيد
القاصرات، يعني مثقفون وأدباء وشعراء وفنانين تشكيليين، ومن حقهم أن يوالوا هذا الحزب ويذهبوا مذهبه جهرا أو سرا. لكن فيما يتعلق بالأمور الإنسانية والانتهاكات الضمير الثقافي والإنساني يقتضي إبداء موقف وإبداء يعني حملة شجب عارمة لهذا السلوك الإرهابي اللي بيمارسه حزب العمال الكردستاني بحق يعني أطفال الكرد في المدن الكردية السورية. طبعا هذا الحزب يمارس نفس السلوك في كردستان تركيا أيضا، وفي كردستان العراق، وحتى في منطقة شنغال، المنطقة المنكوبة بداعش، المنطقة التي نزح عنها عشرات الآلاف مئات الآلاف من الإيزيديين. قام حزب العمال الكردستاني بتجنيد أطفالهم والزج بهم في معاركه خارج الحدود، ويعني الكرد ساكتون يتفرجون حول هذه التراجيديا المؤسفة المؤلمة والمخزية لكل من يسكت عن السلوك هذا. هذا السلوك. أرى أفلاما سينمائية تعرض في البلدان الأوروبية، أو أسمع عن أفلام سينمائية تعرض هنا وهناك، لكن لا أحد يتحدث، لا أحد يوصل صوت هذه السيدة الكردية الفاضلة إلى العالم ويقول للأوروبيين والأمريكيين الحزب الذي تدعمونه وتسكتون على انتهاكاته ويمارس هكذا سلوك بحق الأطفال والنساء. الجناح النسائي في حزب العمال الكردستاني الذي يتحدث عن المرأة، هذه أيضا امرأة كردية، هذه أيضا هي إحدى ضحايا حزب العمال الكردستاني من النساء الكرديات. هذا الجناح النسائي أيضا متورط وضالع في هذه الجرائم، جرائم خطف وتجنيد القاصرات والأطفال وفتح جروح عميقة في أفئدة وأكباد الأمهات الكرديات. يرضي من هذا السلوك الذي أقل ما يقال فيه بأنه سلوك مشين معيب مخزي لأي كردي، لأي إنسان في هذا العالم. حزب العمال الكردستاني وأنصاره يشنون الحملات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ويحاولون ويطالبون البلدان الأوروبية وأمريكا بإزالة حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات الإرهابية. فعلا حزب العمال الكردستاني توقف عن ممارسة العنف بشكل أو بآخر، العنف الدموي المباشر على الأراضي الأوروبية قياسا بفترة الثمانينات والتسعينات، لكن هذا الحزب مستمر وممعن ومصر على ممارسة السلوك العنفي والإرهابي بحق الكرد. يعني الدول الأوروبية أدخلت حزب العمال الكردستاني ضمن المنظمات الإرهابية في تقريبا في مطلع التسعينات، في 93 94 منتصف مطلع التسعينات، في تلك الفترة، لأن الحزب اتجه إلى ممارسة العنف المباشر ضد المؤسسات الأوروبية، ضد شركات التأمين، شركات الطيران التركية، المنظمات الأهلية التركية، أفرع البنوك التركية على الأراضي التركية، الأراضي الأوروبية. وبالتالي هذا انتهاك صارخ وفاضح للقانون الأوروبي، ويملي على الأوروبيين اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية، أبرزها وضع حزب العمال الكردستاني على لائحة المنظمات الإرهابية. لكن هذا موجود، لكن الحزب، وسبق أن أتيت على ذكر ذلك، ما زال يمارس نشاطه شبه العلني، وهنالك منظمات سياسية وإعلامية واقتصادية ناشطة على الأراضي الأوروبية. لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء في حق هذه المنظمات، رغم أن الاتحاد الأوروبي والدوائر الأمنية في الاتحاد الأوروبي تعلم يعني وتعرف حق اليقين بأن هذه المؤسسات برمتها بقضها وقضيدها
تابعة لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا على لائحة المنظمات الأوروبية. طيب الآن السؤال المدرسي والبسيط والبديهي الذي يمكن طرحه على أنصار حزب العمال الكردستاني من باحثين وكتاب وأكاديميين وفنانين وشعراء وأدباء وصحفيين وعوام: ما هو ما هو الإرهاب؟ تعريفكم المبدئي والبسيط للإرهاب، وهل هذا التعريف المتفق عليه دوليا ينطبق على سلوك حزب العمال الكردستاني أم لا؟ يعني ممارسة العنف، العنف اللفظي والعنف المعنوي والعنف المباشر الفعلي الحقيقي، خطف الأطفال، تجنيد وتجنيدهم، خطف الناس العاديين والاختفاء القسري، وهنالك عشرات الأمثلة. التصفيات الداخلية بحق كوادر وقيادات الحزب التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. ضعوا 50% 30% من سلوكيات حزب العمال الكردستاني داخل الحزب وفي المحيط الكردي على ميزان ومعيار تعريف الإرهاب، وسترون هل حزب العمال الكردستاني يستحق أن يكون مصنفا ضمن لائحة المنظمات الإرهابية أم لا. إن كانت سلوكيات حزب العمال الكردستاني مناقضة للتعريف المبدئي والتعريف المسلم به والمتفق عليه للإرهاب، ففعلا حزب العمال الكردستاني مظلوم تماما 1000% في أمريكا وفي أوروبا، وكل ما يقال عنه هو تضليل وافتراء وكذب ولا يستند إلى معطيات. لكن هنالك أطنان من الوثائق ومن الأحداث ومن الأسماء والمعطيات الموثقة التي تثبت وتدين هذا الحزب بالجرم المشهود بممارسة العنف والسلوك العنفي والسلوك الإرهابي بحق الكرد، بحق أطفال الكرد، بحق نساء الكرد، مش بس في مناطق الكردية السورية، بل في المناطق الكردية في تركيا وفي كردستان العراق وحتى في كردستان الإيران. طيب يعني لنضع هذا الموضوع جانبا، أو لنتجه إلى سؤال آخر. أحيانا يعني يمتعض بعض الكرد سواء كانوا موالين لهذا الحزب أو مستفيدين منه، أو يحاولون تقديم أوراق اعتمادهم كإعلاميين وكتاب لدى هذا الحزب، أو يتغزلون به أو يتسترون على عيوبه وقبائحه وممارسته المشينة للإنسانية. يعني هؤلاء ألا يرون، هؤلاء الذين يمتعضون من مسألة مقارنة حزب العمال الكردستاني بتنظيمات عقائدية راديكالية عنفية ميليشياوية مثل حركة حماس ومثل حزب الله اللبناني؟ طيب سآتي معهم إلى يعني أبعد حد. حزب الله اللبناني يشتكي منه اللبنانيون يعني على مدى عقود: استخدام السلاح، مصادرة الدولة، عسكرة المجتمع الشيعي، وضع المجتمع الشيعي في مواجهة الدولة، التأثير على العلاقات الإقليمية والدولية للبنان، التأثير على الاقتصاد اللبناني، كل هذه الاغتيال السياسي، كل هذه الأمور التي الموبقات والسلوكيات الإرهابية التي مارسها حزب الله اللبناني بحق اللبنانيين. لكن ضمن سلسلة ولا لائحة طويلة لسلوكيات وممارسات حزب الله اللبناني بحق اللبنانيين، لا يوجد هنالك. أنا شخصيا لم أرى أن حزب الله اللبناني اتهم بأنه يخطف الأطفال أو يجندهم. أنا لم أرى. يعني أتمنى أن يسعفني أحدهم بإبراز الوثائق والتقارير الدولية التي تؤكد أنه الحزب مارس هذا السلوك أيضا.
خطف الأطفال وتجنيدهم. طبعا هذا السلوك ليس ببعيد عن حزب الله اللبناني، لكن شخصيا يعني كصحفي ومتابع لم أرى شيئا يوازي خطف حزب العمال الكردستاني للأطفال الكرد. هذا السلوك لم أجده على لائحة الاتهامات الموجهة أو الإدانات الموجهة لحزب الله اللبناني. نفس الأمر فيما يتعلق بحركة حماس. حركة حماس تدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في بعض البلدان الأوروبية وفي الكثير من البلدان العربية. كل التفاصيل التي أو الإدانات الموجهة لحركة حماس الراديكالية الإسلامية المتطرفة، لا يوجد هنالك أن حركة حماس تخطف أطفال الفلسطينيين. وأنا شخصيا لم أرى ولم أقرأ. أتمنى أن تسعفونني وتقدمون لي البيانات والوثائق التي تفيد وتؤكد أن حزب الله اللبناني وحركة حماس الإسلامية قامت باختطاف الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين وجندتهم، كما يفعل حزب العمال الكردستاني العلماني الثوري الإنساني الإيكولوجي ما بعرف شو. وبعد كل هذه السلوكيات من العنف الرهيب داخل الحزب وفي المحيط الكردي، وبعد كل ذلك يأتي الأكراد ويقولون لا، حزب العمال الكردستاني يصنف كمنظمة إرهابية. هذا ظلم كبير لاحق بهذا الحزب. الحزب لم يمارس العنف ضد الأمريكيين وضد والأوروبيين منذ التسعينات، منذ منتصف التسعينات حتى هذه اللحظة. طبعا هذا صحيح، لكن ما هي مستويات ممارسة العنف والترهيب والقتل والخطف والتجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال ومصادرة الحريات التي مارسها حزب العمال؟ كل هذه الممارسات التي مارسها حزب العمال الكردستاني بحق الكرد أنفسهم. كل هذه التركة، هذه الترسانة العملاقة من الموبقات والانتهاكات التي يمارسها حزب البي كي كي ضد الشعب الكردي. ماذا يستحق هذا؟ ماذا يمكننا أن نسمي هذا الحزب؟ حركة تحرر وطني، حركة مقاومة كردية، حركة حرية كردية؟ شو هي التسمية التي تليق بهذا المشهد الدموي البشع الذي يحاول الحزب تصدير نفسه إلى الكرد وإلى العالم، ويحاول البعض أيضا التستر والتغطية على هذا المشهد بحجة أنه هذه مسائل داخلية. ولماذا هو شنغوث يتحدث باللغة العربية؟ أتحدث باللغة العربية وباللغة الكردية وأنتقد هذا الحزب وأفضحه على العلن، فليأتي أنصاره ويقدموا لي بأنه هذا الفيديو غير صحيح ومفبرك، وأنه الحزب لا يقوم بتجنيد الأطفال والقصر، وأن كل هذه الانتهاكات مبالغ فيها وفبركات وألاعيب الحرب الخاصة والميت التركي والاستخبارات التركية. حزب العمال الكردستاني بات يمارس سلوكيات أضعاف ما يروج عنه في الإعلام التركي بحق الكرد أنفسهم. يعني طيب، يرضي من هذا السلوك الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني؟ أيرضي المثقفين؟ أين هم المثقفون؟ أين هي المؤسسات الثقافية التي تتحدث عن المجتمع الكردي والثقافة الكردية والكلمة الكردية الحرة والفكر الكردي الحر النير في روجافا؟ اتحاد، يعني لدينا من الاتحادات الثقافية ما يوازي عدد الأحزاب، لكن لا يوجد هنالك فعل ثقافي حقيقي نقدي يعني يصله صوت هذه السيدة الكردية الفاضلة. هذه السيدة يعني صرخاتها ينبغي الآن أن توقد نيرانا في أفئدة وقلوب المثقفين الكرد في روجافا، لكن لا حياة لمن تناديه هذه السيدة الفاضلة. يعني أعلم بأن الكثيرين يرفضون تماما انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني، وهم ليسوا أنصار هذا الحزب أيضا. يعني
أعلم هذا، ويصلني ما يقال وما ينشر وما يعني بشكل مباشر أو تلميحا أو تصريحا. كل هذه التفاصيل يعني بشكل أو بآخر تصلني، وأنا يعني على ما أقول باق ريثما يثبت العكس، ريثما يثبت لي ويثبت حزب العمال الكردستاني للشعب الكردي بأنه حركة حرية، وأنه لا يجند الأطفال، وأنه لا يمارس العنف ضد المرأة. يعني الحزب يمارس أبشع أنواع العنف ضد المرأة، والجناح النسائي داخل حزب العمال الكردستاني يعي ذلك، ابتداء من أوجلان، وحتى يعني أوجلان استخدم يده استخدم، وهذه حقيقة تعرفها القيادات النسائية الكردية داخل حزب العمال الكردستاني. أوجلان استخدم مش بس شتم المقاتلات الكرديات داخل، بل استخدم يده في ضربهن. يعني هذه المسائل لا يعرفها الشعب الكردي، والكثيرين من قيادات الحزب الذين تركوا هذا الحزب، سواء رجالا أو نساء، يعرفون هذه الحقيقة. حجم العنف الذي يمارسه الحزب ضد المرأة الكردية لا يمكن وصفه، لا يطاق، لكن هنالك تكتم فظيع مريع مشين مخزي عن هذه السلوكيات التي يزخر بها تاريخ حزب العمال الكردستاني ماضيا وحاضرا. سيخرج لي بحر العلوم ويقول أو أمثاله أو أبناء جيله أنه هذه الفيديوهات مطولة بصوت عال ويتحدث بصوت عال. أنا أتحدث بصوت خفيف وبصوت عال. الجراح العميقة التي فتحها حزب العمال الكردستاني في الجسد الكردي، في القضية الكردية، يعني لا أعلم يعني متى سنستيقظ من هذا الوهم، من هذه الخرافة التي يعني طي وكتمان هذه الانتهاكات وعدم تناولها بشكل واضح وصريح وبصوت عال وبتفكير عال وبنبرة نقدية عالية لتسمع حتى الحجر والشجر والبشر في كل مكان ما الظلم الذي يتعرضه الشعب الكردي من هذا الحزب الذي يعني ظلما يقال عنه بأنه حزب العمال وبأنه الكردستاني. يعني لا أعلم كيف يمكن لي، أنا آسف يعني أعتذر شديد الاعتذار من هذه السيدة الكردية ومن كل النساء الكرديات ومن كل الأمهات الكرديات التي تعرضنا لهذا الظلم والحيف والجور والغبن من قبل حزب العمال الكردستاني عبر اختطاف الحزب لفلذات أكبادهن وتجنيد أطفالهن تحت السلاح تارة هنا وتارة هناك. أنا أعتذر لك يا سيدتي اعتذارا يعني لا يحده حد، لأنني عاجز تماما عن إيقاف هذا السلوك البربري والهمجي الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني بحقك وبحق العشرات الآلاف من النساء الكرديات اللاتي هن الآن تحت السلاح والموجودات في بيوتهن يعني ينتظرن عودة أطفالهن ذكورا وإناثا من جبهات القتال أحياء، لا في أضرحة ولا في نعوش ولا مكفنين تحت الأعلام الحزبية. يعني أنا أعتذر منك اعتذارا شديد اللهجة، لأنني لم أستطع عبر كل هذه السنوات من الانتقادات أن أوقف هذه الظاهرة المعيبة المشينة التي هي تجنيد الأطفال الكرد من قبل حزب العمال الكردستاني. أنا آسف يعني لا أعلم ماذا أقول في حضورك يا سيدتي. يعني أنا لا أعلم ما يمكنني قوله تعبيرا عن غضبي وسخطي وشجبي لهذه السلوكيات. أتمنى أن تكون ابنتك سالمة وتعود وترجع إليك اليوم قبل الغد، وأتمنى أن يستيقظ الضمير الإنساني داخل حزب العمال الكردستاني ويتوقف عن هذه السلوكيات المضرة والمشينة بحق نفسه كحزب وبحق المنضوين فيه وبحق المدافعين عنه، لأنه يعني
أداء وسلوكيات وممارسات هذا الحزب يعني بلغ من الرثاثة والرداءة والاحتراء بما لا يمكن ترقيعه من قبل بعض الذين يزعمون أنهم محسوبين على الحقل الثقافي والأدبي والمعرفي والإعلامي. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.